استنى يا فهد. انا عملت كده غصب عني، مهما كان ده ابويا. انت ظلمتيني يا كناريا وجيتي عليا وقلت ان انا قتلت ابوكي، والحكومه وريتني قصاد عينك. انا فهد يا كناريا، فهد اللي حبك من قلبه مش عدوك. علشان حبيتني تقتل ابويا؟ تاني انت كلام الظابط اللي قاله جوه ده معناه ان ابويا من خوفه منك ما شافش قدامه، تبقى سبب ولا لا؟ لا مش سبب، ابوكي مات عشان ده قدره ودي حكمه من ربنا. بعدين انا كنت هعمل له ايه لما امسكه؟ انا كنت عاوز هاشم مش عاوزه هو. وحتى لو كنت مسكت ابوكي ما كانش هون عليا عشان راجل كبير وعشان ابو كناريا. وعينك اللي اترفعت على اختي ولاء ومصحف ربنا ما حصل، ورحمه ابويا عيني عمرها ما شافتها غير اختي. مش فهد اللي يعض اللي منه ولا يخون. انا من يوم ما عرفتك يا بنت الناس وانا بعامل ربنا في اختك، وامك اعتبرتها امي. ظلمك ليا وظنك فيا ده انت مش عارفه هو عامل فيا ايه، بس مش وقته. انا عارف انك شايله ومعبيه ومش شايفه قدامك. بصتك دي معناها ان انت مصدقاني. مش بالسهل يا فهد، حتى لو انت صح. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان اختي كداب. طب انا هتعامل معاها ازاي بعد كده؟ خليها على الله. هتتساوى يا كناريا، بس بعد ما اثبت لك ان انا ما كدبتش عليكي في حاجه، وعشان لما ترجعي بيتك تندمي على كل دقيقه شكيتي فيها. ازاي يعني؟ دي سيبها لي.